اليوم غادي نشرحوا الاستراتيجيات لمراجعة مخطط المال الخاص بك. أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في الجزء الثاني والأخير من خلاصة وعصارة كتاب أسرار عقل المليونير. اليوم غادي نسلط الضوء على الاستراتيجيات اللي خاصك تتبع باش تراجع مخطط المال الخاص بك. وفي الشق الثاني غادي نشرحوا 14 طريقة أو سر كيفكروا به الأغنياء. كيف العادة سيادنا، حضروا لكم شي كاس ديال القهوة أو مشروبك المفضل، متنساش ورقة وقلم. هذه الحلقة دسمة بمعنى الكلمة، يلا ركز معي. من أجل أنك تغير البرنامج المالي كاينين 4 خطوات رئيسية وأساسية، ألا وهي: الخطوة الأولى الوعي. باش تكون قادر على تغيير موقف أو سلوك معين يجب عليك بالضرورة مراقبة النفس ديالك وفحصها تحت عدسة مكبرة باش تحدد أفكارك ومخاوفك ومعتقداتك وعاداتك وتصرفاتك وحتى أفعالك. الخطوة الثانية الفهم. في المرحلة الثانية هي نحاولوا نلقاو منين كيجيونا الأفكار أو التفكير ديالنا، أو بالأحرى العثور على المصدر ديالو، حيت غنكتشفوا باللي ما كيجيناش مباشرة منا، وأنه ليس جزءا لا يتجزأ من الأنفس ديالنا، بل هو مجرد ملف تم التصنيف ديالو في الأذهان ديالنا منذ وقت طويل. باش تفهموا أكثر رجعوا الجزء الأول من الكتاب، راه شرحت في هذه النقطة بالتفصيل. المرحلة الثالثة الانفصال. من اللحظة اللي عرفتي فيها باللي طريقة تفكيرنا هي كانت خارجية بالنسبة لنا، وفي هذه اللحظة نقرروا الاحتفاظ بها أو نحيدوها ونخلوها تمشي، اعتمادا على حنا شنو باغيين اليوم، شنو الأهداف ديالنا في المستقبل. المرحلة الرابعة التصريح. في هذه النقطة غادي نصرحوا رسميا مع راسنا على النية ديالنا باش أننا نتبدلوا، وأننا غناخدوا جميع الإجراءات اللازمة باش نحولوا هذه النية إلى حقيقة. أكيد غادي تسولوني منير، شنو هي طريقة التصريح؟ ببساطة هو التأكيد الإيجابي اللي كيتعبر عليه بصوت عالي وبكل اقتناع، واللي كيرسل رسالة قوية لعقلنا الباطن وكيطلق طاقة قوية في جميع خلايا الجسم. دابا عندي لكم سؤال، بغيتكم تمشيو للحساب البنكي ديالكم وتشوفوا شحال عندكم، تأكدوا من الدخل الصافي، تأكد من الإنفاق ديالك، واش الإدارة ديال المداخيل والمصاريف مزيانة، وتحقق من مدى صعوبة عملك لكسب المال. جاوب على هذه الأسئلة وغادي تبان لك الصورة واضحة من ناحية علاقتك بالمال. الجزء الثاني 17 طريقة اللي كيفكروا بها الأغنياء، ولا خلونا نقولوا 17 سر. هاد 17 طريقة هي عبارة عن موقف وعمل للتكيف مع تغيير حياة المرء المالية بشكل دائم. كيف ما شفنا في الجزء الأول، في الأفكار كتؤدي إلى المشاعر، والمشاعر كتؤدي إلى الأفعال، والأفعال كتؤدي إلى النتائج، وبالتالي يمكن لينا نختار التفكير بطرق اللي كتعزز النجاح بدلا من العكس. يعني يمكن لينا نفكروا بحال الأغنياء باش نحققوا نفس النتائج ديال الأغنياء، حيت هما كيفكروا بطريقة مختلفة تماما على الفقراء أو حتى الطبقة الوسطى، وهادشي بطبيعة الحال فيما يتعلق بالمال والأنفس ديالهم وكل أبعاد الحياة تقريبا. إذن يلا نفكروا بحالهم. السر الأول: الأثرياء كيآمنوا بالمقولة أنا أخلق حياتي، والفقراء كيآمنوا بمقولة حياتي مجرد صدفة. بمعنى خاصك انت ولا انتي تآمنوا بلي أنكم كتسيطروا على حياتكم، خاصة المالية، وخاصك تآمن بلي انت اللي كتوضعوا النجاحات ديالكم وكتصنعوها. بمعنى ما خاصش تسنى شي واحد يعطيكم هذا النجاح، خاصك تخدم عليه. هذا هو السر الأول. السر الثاني: الأغنياء كيلعبوا لعبة المال باش يربحوا، أما الفقراء فكيلعبوا لعبة المال غير باش ما يخسروش. بمعنى حنا الفقراء بحال كنلعبوا غير باش كندافعوا باش ما نخسروش الفلوس وما تمشيش لينا، أما الغني فراه كيقلب على الوفرة والثروة. بصيغة أخرى، إلا كانت النية ديالك هو تخلص من الفواتير، فراه انت غتجيب المال والفلوس غير باش تخلصهم، ما غتزيد عليه حتى شي ريال حتى شي دولار. السر الثالث: الأغنياء ملتزمون بكونهم أغنياء، أما الفقراء فيريدون أن يصبحوا أغنياء. بمعنى كل واحد فينا عنده في الذهن ديالو ملف الثروة، فيه معتقداته الشخصية على الثروة، وفيه شحال زوين تكون غني،
ولكن بالنسبة لبزاف ديال الناس راه فيه أيضا أسباب اللي كتخليك تقول أن الثراء يقدر يكون مشكلة، وهذه القضية عادة ما كتكون في الاعتقاد وفي الأذهان ديال الفقراء. السر الرابع: الأغنياء عندهم أحلام كبيرة، أما الفقراء فالأحلام ديالهم صغيرة. وهذا الشيء راه كنشوفوه بزاف، كنشوفو واحد فقير تيقول لك أنا غير كنسلك، ولا خدام غير على قبل القوت اليومي ديالي. إلا بقيتك تفكر هكا فراه كون أكيد غتبقى فقير. ألا سيدي، خدم باش تعيش وباش دير الفلوس. السر الخامس: الأغنياء كيركزوا على الفرص، أما الفقراء فكيركزوا على المشاكل والصعوبات اللي كيلقاو. السر السادس: الأغنياء كيعجبهم الأغنياء الآخرين والناجحين منهم، أما الفقراء فكيحتقروا الأغنياء. السر السابع: الأغنياء كتلقاهم كيرتبطوا دائما بالأشخاص الإيجابيين والناجحين، أما الفقراء فكتلقى دايرين بهم غير الفاشلين والسلبيين، حيت الفاشل السلبي ديما غيبقى يرجعك اللور ويقولك مديرش هادي وعندك إلى آخره، أما الشخص الإيجابي والناجح فغادي ينجحك وغيزعمك وغيعطيك الشجاعة، وبطبيعة الحال غادي يعاونك بالموارد اللي عندك. السر الثامن: الأغنياء عندهم استعداد باش يروجوا لراسهم بالقيم ديالهم، أما الفقراء فكيفكروا بشكل سلبي في البيع والترويج على العموم. السر التاسع: الأغنياء كيبان ليهم اللي هما أكبر من المشاكل اللي كيواجهوا، أما الفقراء فكيبان ليهم المشاكل اللي كيواجهوا كبر منهم، يعني ما قادرينش عليها. السر العاشر: الأغنياء كيسمعوا وكيتعلموا مزيان، أما الفقراء كتلقاه ما كيبغي لا يسمع لا يتعلم، ديما باقي في بلاصتو. السر 11: الأغنياء كيبغيو يتخلصوا بناء على النتائج والمجهود اللي حققوه، أما الفقير فكيبغي يتخلص على الوقت ديالو، بمعنى من الآخر يكون صالير خدام ولا ما خدامش كيجي في آخر الشهر. السر 12: الأغنياء كيفكروا في الأمرين معا، أما الفقير فكيفكروا بطريقة ديال إما هذا أو ذاك. السر 13: الأغنياء كيركزوا على صافي الثروة ديالهم، أما الفقير فكيركز غير على الدخل والمكتسب. السر 14: الأغنياء كيعرفوا يتصرفوا الفلوس ديالهم، غتلقاه ما عندوش عقلية استهلاكية، غتلقاه هذاك المدخول ديالو كيقسمو، هذا الضروريات، هذا الكماليات، هذا الاستثمار، هذا الترفيه، هذا الرياضة، مهم عارف كل حاجة فين غادا، على عكس الفقراء بطبيعة الحال. السر 15: الأغنياء كيخليو الفلوس اللي تخدم عليهم، أما الفقير هو كيخدم على قبل الفلوس. السر 16: الأغنياء كيتحركوا فكتلقاهم خايفين، أما الفقير فإلا تخلع راه كيحبس ديك الساعة ما كيدير والو. السر 17 والأخير: الأغنياء ديما مصغر راسو باش كيتعلم ويكبر باستمرار، على عكس الفقير اللي كيحسب ليه فاهم كلشي، وهادشي اللي كيخليه ميتعلمش وكيخليه ديما في بلاصتو. عاودوا تصنتوا لهاد الأسرار وفكروا فيهم مزيان، غادي تلقى بلي أغلبيتهم ما كاينينش فيك. إيوا هذا هو الوقت المناسب باش تخدم عليهم وتبدل حياتك. خلوا لينا في التعليقات شنو لقيتو باش نستافدوا كاملين، ونقول لكم تلاقوا فيديو جديد باستفادة جديدة. كان معكم أخوكم منير من قناة عقول منيرة، خليت لكم السلام.